نمشي تو سويت للبيتاقات. كارتون دو جور. كنا نحكيو على فوائد الحب في الحياة، نرجو نحكيو تو على المشاكل. يا برهان يزي بلاد فاتليك، عندنا المغرب وعندنا التطبيع، ويبدو انه شيء جاينا لهنا ويتمنا ناخذ قرار. ما تنغشش انه شيء مش جاي. تفاصيل تو سويت. يلا. طبعا الرهانات المتعلقه بالعلاقه مع اسرائيل بلغت وصلت المغرب العربي. في الحقيقه مش اول بلد في المغرب العربي يطبع مع اسرائيل. قبل موريتانيا خذت قرار، والسفاره الاسرائيليه تشتغل في نواكشوط، والسفاره الموريتانيه موجوده في تل ابيب. المغرب يلتحق، المغرب بثقله، المغرب بتواجده موقعه ضمن المغرب العربي. تقريبا هذه النافذه اللي اتفتحت الان على المغرب العربي بعد ما كانت رياح التطبيع تهب فقط شرقا. اليوم تأتينا ومن بوابة كبيرة. في الحقيقة المغرب مش أول مرة، المغرب أعتقد لمن يتابع العلاقات المغربية الإسرائيلية اليوم يعني خرج هذه العلاقات من الجانب مش حتى السري. نتذكر الناس كل سنة 1986 على ما أذكر أو 85 لقاء علني بين الملك الحسن الثاني وشيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها في منطقة مدينة إفران بالمغرب، فيما عرف بلقاء إفران الذي تناقلته وكالة الأنباء، ولم يكن لقاء سريا. والناس كل تعرف أن العلاقات بقات علاقات غير معلنة، خاصة بعد فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب كما في تونس في الفترة هذيك، ثم إغلاقه بعد الانتفاضة الأولى. هذا يؤكد أن المغرب اكتفى بنقل هذه العلاقات من العالم السري البعيد عن الأضواء إلى عالم الاعتراف الرسمي. في مقابل ذلك المغرب نال مكسبا سياسيا كبيرا بالنسبة لي، وهو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. عقدة النظام في المغرب وعقدة المغاربة، قصة الصحراء الغربية وقصة الانفصال الصحراء المغربية، واعتبار المغاربة تقريبا حتى أطياف سياسية معارضة للعرش الملكي، لكن كانت قضية الصحراء قضية شبه مقدسة بالنسبة للمغاربة، أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. المغرب نال عن طريق المناورة السياسية هذه اللي هي في الحقيقة في سياق معناها المغرب لم يكن الأول باش يتلقى كل الانتقادات. الإمارات كانت في الموجة هذه الثالثة، كانت هي الأولى ومعها البحرين ومجموعة من دول الخليج، ولكن الفرق أن المغرب استثمر هذا الاتفاق من أجل نيل مكسب كبير، وهو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأكبر في العالم في السياسة الدولية بمغربية الصحراء. كأنك تثمن القرار. مش ثمن، أنا مانيش في موقع تثمين. شكوني أنا بدك في داري نثمن ولا ما نثمنش؟ المغاربة تصرفوا ببراغماتية كبيرة، مكسب سياسي كبير خذوه باليمين مقابل ما سلموا باللي صار حاجه يعني ما مشاوش في علاقه التطبيع بدون ثمن، مشاو بمكسب سياسي استراتيجي. كانت عقده السياسه المغربيه منذ الملك محمد الخامس مرورا بالحسن الثاني الى الملك محمد السادس، مكسب كبير. تبقى في هذا الكل انا ما يهمنيش المغاربه يخدموا في مصالحهم، والعلاقات الدوليه علاقات مصالح راهي الان، كل دوله تضرب على دربها. واضح المزاج العام الشعبي ضد التطبيع، ضد انه يتم التفويت في فلسطين التاريخيه، ضد انه التطبيع هذا يكون على حساب الحقوق الوطنيه للشعب الفلسطيني. ولو تعرفوا اليوم السلطه الوطنيه المنتخبه في فلسطين هي السلطه بقوسين مطبعه مع اسرائيل، يعني العلاقات ما بين ابو مازن وما بين القياده الفلسطينيه والحكومه الاسرائيليه مش برهين يعني تجمش تقارن. لا ما تجمش تقارن برهين، ما تقولش مجبرين. علاش؟ خاطر يا رفيق راهو القياده التاريخيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه الممثله في ابو عمار الله يرحمه هي امضات اتفاق سلام مع اسرائيل اللي هو اتفاق اوسلو. يعني شفنا الموقف في البيت الابيض وتمدت اليدين وناس سلمت على بعضها. مجبرين مش مجبرين، اصحاب القضيه مشاو في هذا الاتجاه. بقات بعض الدول، لكن هنا ايش نحب نركز، المغرب تدافع على مصالحها، وباش تشوفوا بطبيعه تدفق الاستثمارات اللي بطبيعتها المغرب اليوم ولا تلعب دور على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، دور في افريقيا، هذا الكل ستنال المغرب الثمن. تونس. انا مشكلتي لهنا تونس غياب الرؤيه. خويا كان باش يدقوا علينا البيبان ويطلبوا منا اش باش نقولوا، لكن ما يؤسفني اكثر يا رفيق ان نحن في الوضع هذا والله نجموا نهربوا بخطاب مع قيس سعيد بك النوع اللي ما ياخذوا منه حتى شيء. المصيبه لا خطبونا لا عطينا المصيبه ما همش حاسبين لنا حساب. المصيبه لا قالوا لنا طبعوا ولا ما تطبعوش. لا جماعه التطبيعين تطبيع جاوا لحلحوا بينا باش اسمع يجي نشوفوا شنو الحكايه. لا محور المقاومه جاء لحلح بينا قال اقعدوا هكا خلينا الواحد. تونس في مهب ريح يعني كيما المرايه فهمتي معناها المسكينه ما جاش مكتوبها حتى لتوا، وقاعده فهمتي تستنى في المكتوب اللي مازال ما جاش. لا بزنسونا
لا غمزنا حتى حد، لا قال لنا حد يجي يمشي معايا الغديك باش نقولوا احنا لا نحن نرفضوا ونحن كذا، حد لا عبرنا في المصيبه هذه راهو في الاجواء هذه. العالم يتقدم جماعه، شي يبدي فيه المغرب طبع يا سيدي، طبع وخان القضيه وعمل كذا، ها مع عباد تضرب على ضربوها فيما تراها ان مصالحها الخاصه. احنا في هذا الكل ولا دار بينا حد ولا دورنا بحد. لو غمزونا ولا بزنسونا وانت صانع قرار تتبع ام لا؟ ليش هذه علاقات بزنس انت مسؤول علاقات، مسؤول على العلاقات وتنجم تطلب تتقارب مقابل شنو؟ تتقارب مقابل كذا. ثم مقابل يخليك تتقارب، ثم مقابل ينجم يخليك تقبل تتقارب. اتقارب انا وتحديد المرحله والظرف كان يفرض عليا. ودي فرض على السادات وما ادراك ما السادات. عبد الناصر قبل بقرار التقسيم وقبل بمبادره روجرز، ابو عمار مشى طبع هذاك، مشى اصحاب القضيه الرؤيه. الاولانيين يا برهان، الاولانيين فاش باش بريح باش عندنا بالفطاير اللي كنا ناكل فيهم هذاك توا باش كونوا الاولانيين يا ولدي. باش عندنا في وسط الواحد راك تاخذ راك في الشهري بتاع الموظفين تاعك من عند صندوق النقد الدولي. راهو النهار اللي باش يقولوا لنا اسمع باش نسكروا عليكم السباله، راهو الموظفين بالجد وقتها الحكايه باش يلقاو شهريهم ما عادش يلقاو شهريهم، تو ياكلوا الخبز. اسمع اصنع روحك، قوي روحك، وقتها خذ قرارك الحر المستقل. شفت علاش نوخروا من تطيح الماء في الركايب هذايا؟ والله العظيم يوخروا بينا نهار وطول. وعلاش؟ ما عندنا شيء، عندنا كل شيء، عندنا زيت زيتونه وعندنا متحف الجم وعندنا باردو وعندنا ألف حاجه نجموا نفعلوا. تبدا كلها بشجاعه، راه مش كل شيء امكانيات. الشجاعه بشجاعه توصل وتحارب وتعمل ريالمون اذا كان نفتقد شخصا في المرحله هذه هو الشخص الحبيب بورقيبه. توا هو اللي نجم يقيسها الحكايه، هو اللي نجم ينافيك يفوقها، هو اللي نجم كذا. سي عثمان رئيس الجمهوريه، سي عثمان ما ربيش فيه، سي عثمان هذاك حد، سي عثمان الجرندي لا في نفس سي لو ستيل معناها. يلا نمشيو مع البرنس نحكيو، خلينا نعرف العنوان على شنو يا ناس. ما كان باس هذه تفاصيل معليش مازالت دقيقة برنس، اعطيني الصلح يا ناس. ما كان باس. شفت الخوذة اللي صايرة المشيشي رئيس الحكومة، رئيس الشابة